السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تفرجوا في لا فيديو تاعي اليوم جبت لكم وصفه او حلوه بزاف بريزونطابل كما راكم تشوفوا في الفيديو. راهو يوضح صورة تعبر عن هذا الحلوى، تحمر لك وجهك سيرتو في الخطوبات، إذا عندك نفاس، إذا عندك مهيبة للعيد. هذا الحلوى البنات نرشحها لكم في المناسبات تاعكم. راح تجربوها بأسهل طريقة. راح نبداو على بركة الله في الحلوى تاعنا بدون إطالة. نحتاج أول حاجة في لاباط حبة بيض، نحتاجو هنايا درت انايا 100 غرام نتاع 100 غرام تاع الزبده تكون بحراره الغرفه. درت 2 مغارف تاع سكر كلاص، رشه نتاع لافاني و 2 مغارف نتاع ولا مغرف نتاع الكاكاو ورشه تاع الملح. البنات هنايا خلطت الزبده هذيك مع السكر مع البيضه مع السكر تاعي ونخلطهم مليح. هنا البنات ديري واش اي اباط نتاع صابلي ولا نتاع قنيدات موالفه تستعمليها في دارك. هنا تقدري ديري، انا ننصحك ثاني ديري 2 مغارف نتاع نشا اذا كان متوفر. بعد ما خلطتهم مليح المكونات هذوك ندمجوا في بعضهم، لميتهم بالفرينه. يعني العجينه استعملي اي بات صابلي ولا اي بات تاع لي طارطولات اللي موالفه تستعمليها انتي في دارك. هنايا البنات بعد ما وجدت العجينه تكون شويه طريه. بالنسبه للقوالب اللي راح نخدم بهم هذو هما البنات اللي يسرسوا يتباعوا على حساب الحجم اللي حباته نتيا. انا درتها يعني باش تجي تحمر لك وجهك وتبان الحلوه تاعك. انا درت هذو اللي جاي العلوم نتاعهم حوالي 7 سنتيمتر هكا ولا تحبي ديريهم صغار قل شويه ولا انتي واش حابه. المهم انا ندلك واش استعملت انايا. المهم البنات هذو هما القوالب اللي كنت استعملتهم. نعتهم لكم هكا عن قريب باش اذا حبيتوا تشريهم تنعتوا برك لا فوطو الملحن وراهي يمدلكم. هنا تبداي البنات راكي على بالك بلي هذه القوالب ما عندهمش القاعده نورمال. تبقاي تحطي في العجينه هكا وتسوي فيها على الجوانب ترققيها، من بعد تسوي في النص تلوحي العجينه هكا وتشكلي انتي القاعده نتاع هذا السارسو. البنات من المستحسن تخدمي على فوق بابي كويسون ولا تخدمي فوق ورا صاشيه هكا باش تعاونك هكا باش ما تلصقلكش العجينه تاعك. هكا تكملي كامل الكميه تاعك بنفس الطريقه. تحاولي تسوي العجينه تاعك في لي سارسو تاعك هكا تضغطي جيدا، ومن بعد تسوي القاعده تحطي شويه عجينه في القاعده، من بعد تنحي الزوائد بالموس هكا. فهمتوا هكا البنات؟ يعني هذه الطريقه بزاف سهله البنات. هذا القطو ننصحكم به ديروا سيرتو اذا كان عندكم عرضه بالطبع هكا، ولا هو مكلف شويه ما يصلحش في الاعراس سيرتو اللي تسمى قدها قد حالها، ومليح في الخطوبات هكا، مليح في الافراح الصغيره هكا، قهوه نفاس عرضه، في المهيبه سيرتو في العيد، مليح النجاحات هكا. سيرتو اللي تحب دير حاجه يعني تحمر لها وجهها، نصحها بالكاطو هذا بربي ان شاء الله راح ديريه وراح ينجح معاك من اول تجربه. هنايا شوفوا قلت لكم سويت السطح نتاعهم هكا كامل. تعمدت اني نخلي لكم الفيديو هكا باش تعرفوا كيف، لان الطريقه سهله. خلاص الكميه تاعي البنات انا هذه للامانه هذا لاباط يعني الكميه اللي عطيتها لكم انا عطيت لكم الكميه صغيره، انتوما البنات ضاعفوا الكميه. فهمتوا؟ قلت لكم استعملوا اي بات صابلي عندكم. هنايا البنات بعد ما كملتهم هكا حطيتهم في البلا تاعي وندخلهم للفور. لي طارطولات نتاعكم ولا اللي تسمى كيما القاطو هذا ماشي تثقبوه على الاول حتى تحطوها في الفور، لانه كي تحطيها في الفور يكون مسخن من قبل وانتي تكوني ديجا ثقبتيها قبل ما تخرجيها. شتي العجينه تاعك البنات تنفخ وتغلقوا هذوك اللي ثقبتيها وتولي تتنفخ، بصح انتي تخليها حتى يمر عليها 30 ثانيه في الفرن باش تثقبيها داخل الفرن وتعاودي ترطيها الطيب.
هنا يتنحاو من السارسو بكل سهوله البنات. شوفوا يتنحاو بطريقه سهله. انا للامانه قلت لكم هذا الكميه دارت لي 11 نحبه ولا 12، يعني تاع حبه بيض و100 غرام تاع الزبده، وخلي كانوا تكسروا يعني كميه هذه دير لك حوالي 15 هكاك على حساب السارسو اللي استعملتيه وعلى حساب كل وحده كيفاه تخدم البنات. هنا للحشو البنات اختياري الحشو، انا راح نقترح عليكم الحشو نتاعي، من نتوما تفنوا الحشو كيما تحبوا، كل وحده دير سيرتو اذا كان درتوه بحشو هكا بنينه يجي بزاف بنين. هنا واش درت انا كراميل وحطيت عليه كاوكاو يكون محمص وسخون جهدو، نحيتيه وقشرتيه وتحطيه للكراميل تاعك. اذا كان مهتمات نحط لكم الوصفه تاع الكراميل صنع منزلي تجي طوفيه احسن من تاع المحلات. والله البنات هذه راني خدمتها وتعمدت اني نحطها في لابواط، البنات اللي يخدموا يعرفوا باللي ماشي نفسها الكابريس اللي تتباع. ان شاء الله اذا راكم مهتمات نحط لكم الوصفه، ما كانش حتى مشكل. حنايا البنات حكمت عمرت الطبقه الاولى تاعي هكا. قلت لكم الحشو اختياري البنات، كل وحده واش تحبي ديريها حاجه بالطبع، ديري مثلا بهذيك الحشوه نتاع البيستاج تجي بزاف هايله. المهم انتي واش مقدورك. وهنايا طبقه الاخرى درت لها شويه نتاع الغاناش هذا نتاع الشوكولا الثاني راني خدمت، والله ما هو الشيكولا نتاع البرا، انا اللي قلت لكم تعمدت اني نحطهم داخل لي بواط باش يبانوا باللي يعني اذا كان تحبوا هذو الوصفات مثل هذا شجعوني برك نحط لكم، انا واش تطلبوني راني نجتهد ونحط لكم، نتوما ما عليكم غير دعموني هذا ما كان. هنا زدت لهم طبقه ثانيه كامل تاع شوكولا. هنا رحت ذوبت شيكولا على حمام مائي، انا استعملت دادا بالحليب، هذه هي الشوكولا اللي استعملتها، ذوبتها في حمام مائي البنات. من بعد راح نجيبها ونغلق الحبه تاع الكاطو تاعي. شوفوا هنا هذو هما راهي ذابت لي، ما تزيدوا لها هنا ما تزيدوا لها حتى قطره تاع زيت. هنا نحكموا نقفلوا الكاطو تاعنا، كنتو راح نديروا له الطبقه الاخرى اللي راح تخلي الحشو هذاك ما راحش يخرج، راح نغلقوها باش من بعد كي نديروا لها كلاصاج تجي مفينيه. هنا راني غلقتهم كامل، حطيتهم في فريجيدار يبردوا وجبتهم. درك نمروا الاهم مرحله هي مرحله الكلاصاج. هنا جبت الشيكولا اللي بقات لي، ضفت لها حوالي 2 مغارف نتاع الزيت. اذا كنتو في فصل الصيف ما ديروا حتى قطره تاع الزيت، انا هنا راني درت الوصفه في الشتاء. هنا نخلط مليح، ندمج هذيك الزيت ونحط هكا كاوكاو محمص هكا مرحي رقيق، وهو ما يكونش فيه بزاف الغبره هذيك باش يجي كلاصاج روشي ولا اي نوع من المكسرات انت عندك. انا للامانه استخدمت الكاوكاو. من بعد البنات واش تجي ديري، راح نجيو نكلاصيو الحبات تاع الكاطو تاعنا، نخرجوهم من الفريجيدار ونكلاصيوهم. شوفوا حكمت لا فورم تاعها، يعني الحشو ما راحش يخرج معاك، راح تفينيها وراح تكلاصيها بكل سهوله. احنا البنات نجيبوا فرشيطه ولا هذا اللي نهزو به، ديري ديما هكا الحلوه نتاعك بالطريقه هذه وتحطيه على الجوانب، تخبطي 3 خبطات هكا. بعد ما تحطيها على الكيس نتاعك البنات ولا على بابي، ديما تجبديها على المكان اللي كانت فيه باش من بعد كي تهزيها تكون مفينيه، ما ديرش هذوك الجوانب تاع الشوكولا وتجي الحبه تاعك ماهيش مفينيه. نتمنى تكون طريقه موضحه. لا تخبطي تحطيها دزيها هكا على المكان تاعها هكا البنات. هكا ديما ديروا لاي نوع تاع صابلي تاعكم، اي نوع تاع كاطو اللي فيه الكلاصاج، ديما البنات تزيوها كي ديروها كلاصاج تاع الشوكولا تزيوها على البلاصه اللي كانت فيها باش تجي الحبه تاعكم فينيا. من بعد كي تشيح ما يكون حتى جوانب لاصقين فيها بالطريقه هذه. راني ما نشوفش من بعد نحط هكا، من بعد تخليوهم البنات يشيحوا، خليوهم يبردوا حتى يشيح هذاك الكلاصاج هكا. شوفوا كي تنحيها من بلاصتها ما كانش تجي حبه مفينيه.
هنا البنات تستعملوا اي كريمه زبده موالفه تستعملوها في داركم. على بالي كامل تعرفوا ديروا كريمه زبده ولا اي كريمه هكا موالفه ديروها ولا غاناش. تحبوا نحط لكم بعد الوصفه هذه بعد الكريم زبده اللي درتها ما كان حتى مشكل. انا باش ما يجيش الوقت طويل يعني اي وصفه نتاع كريم زبده موالفه ديريها برك الكولورون كيما حابه نتيا وديريها. ولا تحبي ديري بالغاناج نورمال وتحبي نحط لكم الوصفه تاع الغاناج ولا تاع الكريم الزبده ما كان حتى اشكال. شوفوا وديروا لها بلا بوش هكا ونجيبوا الورد هذا ونديكوريو به الحلوه تاعنا. تجي بزاف راقيه هذا الحلوه البنات. انا كسرت اللون درت الاصفر هكا باش يكسر اللون تاع الاورانج. واش راح نحكي لكم على هذه الحلوه اللي ذاقوها راه على بالهم تجي بزاف بنينه وثاني بريزونطابل في المناسبات. عندك خطوبه عندك مهيبه عندك شوفه عندك اي فرحه بتحمري في وجهك ننصحك ديري هذه الحلوه بربي ان شاء الله راح كامل الضيوف راح تعجبهم. قلت لكم البنات اي استفسار نسيتوا ولو يكون قليل ولا يكون صغير حطوا لي برك في التعليقات راح نجاوب عليكم كامل. اي طلب تحبوه راح ندير لكم الوصفه نتاعو. حبيتوا وصفه تاع الغاناج تاع كريمه الزبده كيما قلت لكم تاع الكراميل تاع كل شيء راح نحط لكم بعد ما تطلبوني فيها بعد راح نحطها لكم. وهذه هي الحلوة تاعنا في شكلها النهائي. الصورة راهي تعبر ما كان له نحكي لكم على هذه الحلوة. راح نقطع لكم حبة تشوفوها من الداخل كيفاش جات هذاك الكراميل وهذاك الغاناج. وش راح نقول لكم هذه حلوة يسموها حلوة ديليس سنيكرز بنينة ما تصوروش البنات. هذيك البنة تاع الكراميل مع الشوكولا عطات لها واحد لوغو بزاف هايل. ومع السلامة.